عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله نتعلم مع بعض طريقة عمل الدولاب ده بطريقة سهلة جدا. إن شاء الله الطريقة دي هتكون للمبتدئين، اللي عايز يتعلم نجارة، اللي عايز يعمل حاجة بنفسه. فإن شاء الله يشوف الفيديو ده. أنا مش هبخل عليك بأي حاجة، بأي شرح إن شاء الله هقدمه لك في الفيديو ده. أنت كل اللي عليك إن أنت تاخد بالك معايا كده في الفيديو وتركز كده يا كبير، تعمل لك كوباية شاي كده في الأول قبل ما تسمع الفيديو، وتيجي تنزل معايا تشوف إحنا هنعمل إيه. فأنا عايزك تجرب الوقت الأول عشان خاطر تاخد مقاساتك اللي إحنا هنشتغل عليها. طبعا الدولاب بتاعنا إحنا الطول بتاعه، طول الجنب بس 210. طول الفرنتوله بتاعتنا والقاعده عرضها 130. انت ممكن تعملها 120 150 160 170، ده براحتك. تمام، ده الشغل اللي انا اللي انا متفق عليه، او الشغل اللي انا اشتغلت عليه. طبعا المقاسات دي انت طبعا ده اساس المقاسات اللي احنا اشتغلنا عليها، دي اساسات. وانت طبعا العرض بتاعك ده بيكون معاك متاح. العمق بتاعنا، عمق الجنب بيكون 60، يعني عمق الجنب ده الداخل بيكون 60 سم. طبعا احنا الشغل ده نظام شغل كبس، شغل تخفيض وشغل تجليد. يعني انت ممكن تكبس مكبس حراري وممكن تجلد على ايدك. يعني الكلام ده كله هنوضحه ان شاء الله في الفيديو. شغل التخفيض اللي انت هتشوفه قدامك ده اللي هو الشغل المعتاد اللي احنا شغالين عليه. تمام، والدولاب قدامك هو اللي احنا عملناه. طبعا الارفف زي ما انت شايف، والتقسيمه دي اللي احنا عاملينها زي ما انت شايف كده. طبعا التقسيمه دي احنا عملنا ليها فيديو مفصل هيظهر دلوقتي قدامك. ممكن ان شاء الله بعد ما تخلص الفيديو ده تروح تبص عليه كده بصه، ان شاء الله هتستفاد منه ان شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين كده. وادي الدولاب بتاعنا اهو. تمام التمام. اخبط يا شباب، اخبط يمين شمال، اخبط يمين شمال. الشغل معاك مجف ضغطه للشمال، تخبط في الناحيه اليمين، كله شغال وكله تمام. فانت عشان تشوف التحفه دي عملناها ازاي والشكل ده عملناه ازاي، فيلا يا كبير كده خد بالك معايا كده، ويلا نشوف عملنا الشغل ده ازاي. نسيت، وانت كمان هتنسى تنزل تعمل لايك كده للفيديو يا كبير. ولو انت مش مشترك عندنا في القناه تنزل تعمل اشتراك في القناه، طبعا نتشرف بيك. انا ان شاء الله محتوى تعليم نجاره، فانت ان شاء الله تستفاد كتير. فيلا يا كبير كده تنزل تعمل عندنا اشتراك في القناه، ويلا نشوف الشرح مع بعضين. في الاول لازم نتعرف على الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. الطريقه اللي هنشتغل بيها دي طريقه الخشب الكبس، او الكبس اللي انت شايفه قدامك دي الطريقه اللي احنا هنشرح بيها الشغل بتاعنا او الدولاب. الكبس انت تقدر تكبس مكبس حراري، وتقدر تشتغل كبس بايدك زي ما احنا هنشتغل. بعد ما نشتغل الشغل الكبس بتاعنا، طبعا احنا بنسمر الشغل ببعضيه، وبعد كده بنجممه عشان خاطر الحروف تكون زي بعضيها، او المجاز بتاعنا يكون زي بعضه. وبعد كده هتبدأ تجشط الشغل بتاعك. طبعا جشاط زي ممكن تجشط ابلكاش، وممكن تجشط جشاط موسكي. يعني كلاهما هيشتغل معاك. زي ما اتفقنا احنا جممنا الشغل بتاعنا ورقمنا الشغل عشان خاطر الشغل بتاعك يكون مظبوط ويكون على عدله. هنبدأ نسمر مسمار شيشة 3، ونسمر في السداس بالظبط، السداس اللي احنا معلمينه اللي احنا جلدنا عليه، نبدأ ننزل بالمسمار بتاعنا. وخلي بالك لازم تسمع الفيديو للاخر عشان خاطر تلم المعلومه كلها كامله ويوصل لك الفكره بدايه ونهايه. ده العلامه اللي احنا علمناه في الجنب عشان خاطر ناخد بالنا ان ده رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاته. كل جنب اتعلمه عشان خاطر تعرف تجسم الدولاب بتاعك صحيح. انا زي ما قلت لك خلي بالك في كل تفصيله عشان خاطر في الاخر تعرف تلم المعلومه صح، وتعرف تعمل الدولاب ده بنفسك ان شاء الله. ده العلامه اللي انا علمته ده، وليكن رقم واحد. هبدا دلوقتي اسمر المفتاح بتاعي من الناحيه اللي جوه، يعني اخلي الرقم بتاعي من الخارج، واخلي المفتاح بتاعي في الداخل. هنيجي الوقت لمرحله التسكيك، والتسكيك ده ليه كذا طريقه. الطريقه اللي انا هشتغل بيها دي هدسر الناحيه دي والناحيه دي على 7 سم، واثبت بالمفتاح بتاعي في النص بالظبط. ودي الطريقه اللي انا هشتغل بيها. وطبعا التسكيك ليه كذا طريقه انت ممكن تشتغل بيها. ممكن تشتغل بمجموعه، وممكن تشتغل بمسمار زي ما انا اشتغلت كده. فانا هبدا دلوقتي اعلم المفتاح بتاعي يكون الثقب ده يكون في النص بالظبط، وهبدا اثبت المفتاح. زي ما نفذت في الجنب 60 سم، نفس الكلام هنفذ في جنب 50 سم. الدولاب بتاعنا بيكون جنبين 60 وجنب 50 سم. ودي الطبعه اللي انا شغال عليها بتكون العرض بتاعها نفس تخانه الجنب بالظبط. يعني الجنب بتاعي لو 4 سم بتكون الطبعه بتاعتي 4 سم، وانا معلمها علام 7 سم في الاول و7 سم في الاخر. وابدا اسكب مكان الضسره بتاعتي. زي ما نفذنا في الجنب ده، نفس الكلام هنعمل في الجنب التاني اللي هو 60 سم، والقطوع اللي هو عرض 50 سم بالظبط. لو حابب تعمل الطبقه اللي احنا اشتغلنا عليها، هتجيب قطعه فايبر
او قطعه بلاكاش، وبتسكبها من الناحيه الشمال واليمين 7 سم لكل ناحيه، وتبدا تدستر عليها الشغل بتاعك. طبعا بتعملها نفس الطول الجنب اللي هو 60 سم، ونفس عرض التخانه 4 سم. دلوقتي نسمر الانف، وعشان خاطر نسمر الانف بتاع ظهر الدولاب اللي هو في الجنب، هناخد التخانه ان احنا نشتغل عليها ونعلم علام في النص بالظبط، ونبدا نسمر الانف بتاعنا. وطبعا الظهر انا هعمله تخانه 2 سم ونص في عرض 3 سم، انت ممكن تعمل 4 سم، ده على حسب التكلفه اللي معاك. وبعد كده بنسمر الانف بتاعنا، وده الانف بيكون عباره عن ايه، ممكن سنتي او نص سنتي، بس اهم حاجه يكون مربع، وهبدا افحر عليه الظهر بتاعي. كده انا ايه الجنب بتاعي يكون تمام التمام. خلصنا الدسره بتاعتنا وخلصنا المفتاح وركبنا الانف. هنشتغل دلوقتي في القاعده والفرنتونه، نبدا نعلم. وزي ما قلنا لكم في الفيديو في البدايه ان احنا بنسمر الشغل ببعضيه، وبعد كده نجمعه ونبدا نفكه من بعضيه. اهم حاجه العلام ان احنا نعلم دي فوق ودي تحت، عشان خاطر الشغل بتاعنا يكون مظبوط ما يشربنش مننا. انا بعد ما علمت الشغل بتاعي هبدا اشتغل في الفرنتونه اللي فوق. والفرنتونه طبعا المعتاد انت ممكن تعملها ساده وممكن تدرجها زي ما انا هعمل كده. طبعا انا هشتغل كله جواشيت زاد. انا هقشط فوق على 7 سم، عرض الحليه بتاعتي دي 7 سم، واخدها كلها زاويه 45 زي ما احنا شايفين كده. هبدا اغري، وقبل ما اغري بالشاكوش كده خبطتين عشان اذنب مكانها بالظبط، وابدا اغري كده وابدا اسمر ايه الحليه بتاعتي. القشاط اللي انا شغال عليه ده انا جايبه وبيكون جاهز بيتباع عند اي حد. ده تخانه بتاعته سنتي في العرض ال7 سم. هلف الفرنتونه بتاعتي كلها داير ما يدور بين القشاط اللي هو العرض 7 سم زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه اغير الحرف بتاعي واغير الزاويه ببعضيها، وابدا كده اصنفر عشان خاطر الشغل بتاعي يكون مسلم مع بعضيه تمام التمام. بعد ما لفيت الفرنتونه من القشاط اللي هو ال7 سم، هبدا دلوقتي اخد وراه علفه داير ما يدور عشان خاطر يمسك معايا القشاط فوق وتحت، ويكون الشغل بتاعك ممسك تمام التمام. طبعا هسمر العلفه بتاعتي بمسمار 6 سم عشان خاطر يمسك معايا في السداس، وطبعا هختار مكان السداس وابدا انزل بالمسمار بتاعي. بعد ما خلصت العلفه بتاعتي داير ما يدور، دلوقتي هبدا اعمل التدريجه بتاعتي. والتدريجه دي بتكون عباره، بجيب قطعه خشب 2 سم في 2 سم، وبسمرها فوق الجشاط اللي انا عملته اللي هو ال7 سم ده. طبعا هاخده برضه على زاويه 45، وهبدا اسمره بالمسمار اللي هو الشيشه 3. بعد ما خلصته كده الداير، هبدا دلوقتي برضه نفس الكلام، جشاط عرض 7 سم، هاخده فوق القطعه اللي انا عملتها اللي هي ال 2 سم دي. ونفس الكلام زي ما عملت علفه تحت هعمل علفه فوق في ال7 سم اللي انا عملتها اللي هي التانيه دي. دي هسمرها بمسمار شيشه 5 او مسمار 6 سم. كل ده هيلم معاك وتكون الشغل بتاعك كبير كده ايه تمام التمام. ادي مسمار في الزوايا كده وفي العلفه بتاعتك، وخلي قلبك تجيل كده كبير، وشغلك يكون معاك حديد وتمام التمام. طبعا حته سفنجه كده تلم معاك الغيره الزياده عشان خاطر ما يبقاش معاك الشغل. دي اخر مرحله معانا في الفرنتونه، وده الديل بتاع الفرنتونه. طبعا احنا بنطلع على نفس التدريجه اللي احنا عملناها، وهنبدا نلفها كده بالقلم بتاعنا ونطلعها بالارقط، وبعد كده هنركبها مكانها، وده هيشد عصب الفرنتونه معانا. طبعا التخانات اللي احنا شغالين بيها سواء في الديل او في العلف اللي احنا اتفقنا عليها، تخانات 2 سم ونص 19 او بوصه واحد، ده المتاح معاك. كله كله هيشتغل معاك باذن الله. بعد ما خلصنا الديل هنبدا نثبتهم مكانهم ونسمرهم، وكده الفرنتوره تكون معانا تمام التمام. طبعا هنصنفرها كده وننضفها، بس مش لازم ده يكون قدامكم عشان وقتكم عزيز علينا طبعا. هنيجي دلوقتي للقعده، وزي ما علمنا العلام اهو ان احنا علمنا قدام، والتاني نفس الكلام هو العلام، ناكد عليهم عشان خاطر الشغل بتاعك ما يكونش مشربن. الكلام ده هنقوله مره واثنين وثلاثه عشان دي حاجات مهمه، فمعلش ما تزهقش مني، عشان انا عايزك تاخد المعلومه صح وتشتغل صح. فدي زي ما احنا اتفقنا القعده بتاعتنا، وزي ما عملنا في القعده في الفرنتونه هنعمل في القعده، بس حرف واحد بس اللي هو ال7 سم دي هنعملها مش مدرج، يعني مش ناحيتين. هنلفها داير ما يدور على زاويه 45، وهنعلفها زي ما عملنا زي ما عملنا في الفرنتونه بالظبط. بس احنا ممكن نعمل القاعده دي نعلفها الاول بالمسمار ال6 سم اللي قدامكم ده. طبعا هنسنبك المسمار عشان يغرز معانا في الخشب شويه. واللي احنا عملنا القاعده دي عكس الفرنتونه. طبعا القاعده هناخد الديل اللي ورا زي الديل اللي قدام، او الستاره او زي ما تسميها سميها، بتاخدها ورا زي قدام عشان دي بتكون محمله على الارض،
والدولاب بتاعك بيكون محمل عليها. زي ما انت شايف كده باخد واحده ورا وواحده قدام، يعني القاعده بلفها كلها داير ما يدور، ومكان القطوع بحط لها برضه نفس الكلام حته، بحيث ان كل حاجه الجنب بيكون في تحتيه حته والقطوع بيكون تحتيه حته زي ما احنا شايفين كده. انا عايزك كده تكون فايق وتركز معايا في كل حاجه انا بقولها، عشان خاطر ما تجيش تقول انا مش فاهم دي او مش فاهم دي. فانا عايزك تركز معايا عشان تفهم الموضوع كله من اوله لاخره. وزي ما قلت لك واتفقت معاك ان انت لازم تركز في كل حاجه انا بقولها وتسمع الفيديو للاخر عشان خاطر فعلا تطلع بالمعلومه صح. بتاكد عليها بعد ما خلصت كده من الداخل، برضو باكد عليها من الخارج بنفس الكلام. المسمار بتسمك اهم حاجه من المسمار عشان خاطر ياخد معاك ولو ملي او 2 ملي لتحت عشان المخ بتاعه ما يكونش ظاهر. وزي ما لفينا الفرنتونه زي ما انتوا شفتوا هنلف القاعده بتاعتنا كده. طبعا احنا خلصنا القاعده كده والفرنتونه تمام، بنأكد عليها كبير شوت صنفر كده عشان شغلك يكون نظيف والامور تكون معاك 10 على 10. دي تكايه بترفع القاعده بتاعتنا عن الارض ولو سنتي عشان خاطر الميه واي عوامل كده ما تبوظش الخشب بتاعنا او الدهانات. رجعنا للطبعه تاني، والطبعه دي اللي احنا علمنا عليها الجناب. كده هتبدا المعلومه توصل لك وتوضح لك. دي القاعده بتاعتنا، هنجيب الطبعه بتاعتنا اهو زي ما احنا شايفين. دي الطول اللي هو طول 60 سم. انا هعلم هاخد من الحيليه كده 2 مللي عشان خاطر مش عايز حرف اللبلكاش يبان معايا. فانا همسك اخلي الجنب بتاعي ينزل على الحيليه 2 مللي بس، يسيب من الحيليه 2 مللي او 3 مللي. زي ما انت خرجت في الجنب هتخرم في القاعده. الموضوع سهل جدا وبسيط خالص، بس اهم حاجه تاخد من بالك من موضوع الرقم اللي اكدت عليه مره واثنين وثلاثه. الرقم بتاعك ده بيكون رقم واحد، انا بكتبه كده رقم واحد من الداخل وابدا اسكك الجنب بتاعي على نفس الكلام. هنزله كده مكان الدوسر اللي انا خرمتها بالشنيور وابدا اعلم مكان المسمار. وزي ما انت شايف كده الحرف بتاعي مظبوط تمام التمام، والجيمه اللي انا سبتها اللي هي 3 مللي دي مظبوطه معايا تمام التمام. فانت ركز كده يا كبير عشان شغلك يطلع معاك مظبوط. اهم حاجه وش الطبعه يكون على وش الدولاب. وبعد ما خرمنا مكان الدوسر طبعا هنسقط مكان المسمار، وزي ما عملنا في الجنب ده هنعمل في الجنب ده. طبعا دلوقتي انا هاخد مقاس القطوع اللي هو في النص. انا القاعده بتاعتي دي 130 سم، فانا هوسطنها على نص ال 130 سم وهبدا اسقط القطوع بتاعي. طبعا القطوع بتاعي ده بيكون 50 سم. ليه 50 سم؟ عشان خاطر الذره بتكون جرار فبتاخد وليكن 10 سم. عشان كده بنقطع في القطوع ده بنخليه اسمه قطوع عشان خاطر بيبقى ناقص 10 سم عن الجنب. وزي ما اتفقنا احنا عملنا الطبعه دي للجنب اللي هو 60 سم وللقطوع ال 50 سم. وزي ما عملنا في القاعده هنعمل في الفرنتونه. بس انا دلوقتي هظهر لك حاجه عشان تاخد بالك. العلام بتاعك اللي انت شغال عليه في القاعده بيكون رقم واحد من فوق. طبعا انت هتقلبه وهيكون العكس، هيكون رقم واحد من الناحيه اللي هي الناحيه العكسيه. دلوقتي انا هعلم لك الجنب قدامك عشان خاطر الموضوع يوصل لك. انا مش سايب لك حاجه عشان خاطر انت يوصلك الموضوع وما تتوهش في حاجه، ومش عايزك برضو نفس الكلام تتوه مني. فواخد بالك انا بقول ايه؟ يعني الجنب دلوقتي دي الفرنتونه اللي هي هتكون من فوق، فانت هتربطها ازاي؟ دي هو دي ما تحت اهو. فانت هتقلب يعتبر الرقم، يعني انت كانك جلبت ايديك. يبقى ده هيكون من هنا رقم 3 والتاني هيكون من هنا رقم 1. تمام. وانزل بقى اعمل لايك كده وخليك جدع، انا مش سايب لك حاجه فانت ما تسيبش اللايك. فانت لازم تنزل تعمل لايك يا كبير دلوقتي اهو. ولو مش مشترك في القناه طبعا انا اتشرف بيك تعمل اشتراك في القناه. بنروج على شغلنا بالصاروخ، وبعد كده هنوصل للمرحله ان احنا هنثبت الصاموله بتاعتنا. ودي اسهل مرحله. انت بتعدي المسمار كده يا كبير اهو زي ما انت شايف، والصاموله بتكون من الناحيه التانيه اللي الناحيه اللي هيكون فيها الصاموله زي ما احنا شايفين كده. وبتعلم مكان الصاموله بالظبط. وبالازميل طبعا والشاكوش بتبيتها مكانها في الابلكاش. انت بتشيل بس الجيم اللي هي 3 مللي جيمه الابلكاش وتبيت الصاموله مكانها عشان لما نربط المسمار ما تلفش مننا. وطبعا هنعمل كام قطعه ابلكاش وهنثقبها بنفس الثقب اللي احنا اشتغلنا بيه اللي هي العشرة. وبعد كده هنثبت الصاموله دي مكانها. دي الابلكاش اللي احنا اتفقنا عليها هنثبتها مكانها في الفرنتونه زي ما عملنا طبعا في الفرنتونه وفي القعده. انتوا لخبطتون. زي ما عملنا في القعده برضو نفس الكلام، زي ما عملنا في الفرنتونه هنعمل الكلام ده في القعده. كده احنا خلصنا، وبعد كده هنربط الدولاب بتاعنا مكانه. وقبل ما نربط الدولاب بنأكد عليه طبعا لو المكان عندك مظبوط على بلاط
تمام يا كبير، اشتغل والامور معاك تمام التمام. لكن لو المكان عندك زي عندي كده مش مظبط، بس ان شاء الله هنظبط المره الجايه ان شاء الله، فانتوا ما تدققوش في الموضوع ده. هنظبط بالميزان عشان خاطر الدولاب بتاعنا يكون واقف على ارضيه عادله. هنيجي دلوقتي لظهر الدولاب، وظهر الدولاب احنا بناخد مقاساتنا. على اول حاجه بناخد حساب الوصله، وبعد كده بنعلم بين كل سداس وسداس 30 سم. وبعد كده هنعلم الروس، والروس بنخصم قيمه الجوام زي ما احنا شايفين كده، وهننجرهم على اللوتر لو انت عندك لوتر او منجار، كله هيأدي الغرض. طبعا احنا هننجر الجوام بتاعتنا على على المقاسات اللي احنا علمناها. النجر زي ما انت شايف كده، زي ما موضح قدامك. ودي الراس هنختشها على مكانها كده بالظبط زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصنا عمليه النجر واللسان، هنبدا نفحر الجنب بتاعنا او الجايم بتاعنا على المفحار اللي احنا عملناه في الجنب، اللي هي السدابه اللي هي سنت وسنت. لو انت تفتكر، لو انت مركز معايا، هنفحرها في الجايم، وبعد كده هنبدا نجمع الظهوره بتاعتنا. عايز اقول لك حاجه وانت بتجمع عشان تاخد بالك منها. الشنكشه بتشنكش الجايمين مع بعضيهم عشان خاطر تاخد بالك النجر ما يعكسش منك وانت بتجمع، عشان خاطر يكون شغلك مظبوط على الزاويه، ويكون شغلك تمام التمام. هنثبت الظهر مكانه كده عشان خاطر ينشف على مكانه بالظبط. والاهم قبل ما تثبت الظهر بتاعك بتكون واخد زاويه للدولاب زي ما احنا عاملين كده بالظبط، على ميزان او على زاويه، عشان خاطر الظهر يكون معاك مظبوط زي ما احنا كده على حرف عدل. طبعا ده الظهر بعد ما شد معانا هنبدا نجلده. وبص، لان انت دلوقتي شايف الابلكيشن بتاعنا الابلكيشن سي، فجايب معانا حرف عدل. فالاهم ان انت تكون ظابط الدولاب بتاعك على زاويه او على ميزان، ويكون عشان خاطر الشغل بتاعك يكون ايه تمام التمام يا كبير. بعد ما خلصنا الظهر ونشف، هنبدأ نجلد الظهر بتاعنا. طبعا في مفحار هنا كده لازم تعمل حساب المسمار ما يظهرش فيه اللي احنا فحرناه، فانت تعلم كده بقلم وتبدأ تشتغل عليه. انا بجلد كده بايديا، لو انت مش هينفع تمشي على السداس عشان المسمار ما يطلعش منك، فانت تعلم بزدادة زي كده بالظبط. ودي الوصله بتاكد عليها بالمسمار، وبتاكد عليها برضو بالغيره عشان خاطر ما تفتحش معاك بعد كده. ببنطة النظافة أو بنطة الغسيل هنبدأ نشيل الزيادة اللي في الأبلكاش. طبعا أنا مركب زاوية كده مكان البلية، دي طبعا بتأدي الغرض معايا. خلصنا الظهر كده هننضفه بالصاروخ ونروح نركبه مكانه في الدولاب زي ما عملنا السدابة والمفحار. هننزل بالظهر كده مكانه يا كبير اهو. الشغل معاك هيكون سهل، وطبعا والأمور كده بدأت توضح لك. هتنزل بالمفحار في السدابة اللي احنا عملناها. تعالوا دلوقتي ناخد مقاس الظرف، وخلي بالك معايا في الحته دي بالظبط عشان خاطر الدنيا ما تتوهش منك. انت لو معاك الدولاب ايا كان مقاسه بتقسمه النص، وبتركب الضرفتين على بعضيهم 2 سم او 3 سم زي ما تحب. اهم حاجه يكون اللي هم راكبين على بعضيهم. والمجرى بتاعتك اللي هو الجرار انت هتركبه على فايبر او خشب او ايا كان، بتحطه على الجدع بتاعتك، والقشاط اللي انت هتقشط بيه، وبعد كده بتاخد طول الضرفه بتاعتك. تمام. لو انت هتقشط ابلكاش او هتقشط زين، هتحط كل حاجه على القعده وتاخد المقاس بتاعك. وبكده احنا عملنا الدور على المقاسات اللي احنا اتفقنا عليها. شايف زي ما انت واخد بالك كده، دول الجرار بتاعنا وده الجشاط اللي انا هشتغل بيه. وطبعا احنا بنعمل ضرفه على اليمين ضرفه على الشمال، وبنسقطهم مكانهم على الاكتاف. وانت لو واخد الدولاب على الزاويه بتاعتك زي ما قلت لك، هيكون الضرب بتاعتك تمام تمام بعد ما تجممها. بعد ما خلصت كده هروح اجشطهم، عشان خاطر طبعا انا متفق ان انا اجشط كل الشغل بتاعي بيكون جشاط زين. والجشاط بيبقى سنتي، كل الجواشيط بتاعتي التخانه بتاعتها سنتي، بس العرض بتاعها بيختلف. ده تخانه سنتي في عرض 28 مللي او 3 سم بالظبط. فبذنب كده زي ما اتفقنا في بدايه الفيديو، لو انت معايا من البدايه او لو انت واخد بالك، فانت هتفهم انا بعمل ايه بالظبط. طبعا جشطنا الضرفه بتاعتنا داير ما يدور، وبعد ما نجشط الضرفه هنركب العجل بتاعنا. وقبل ما اركب العجل بصنفر مكانه بالصاروخ عشان خاطر مش هفك العجل تاني. وده العجل بتاعنا. طبعا احنا عملنا فيديو مفصل ممكن تبص عليه دلوقتي، هيظهر قدامك. ممكن تبص عليه، ده فيه شرح وافي وشرح مبسط ان انت تعمل جرار الدولاب ده بطريقه سهله جدا ان شاء الله تقدر تعمله. فممكن يا كبير كده بعد ما يخلص الفيديو تروح تبص عليه. كده تمام.
كده احنا وصلنا لاخر مرحله وهي تركيب الفورم. وطبعا الفورم دي انا مش هقول لك انا بعمل ايه او بسوي ايه، انت طبعا ممكن تركب الفورم اللي انت محتاجها او الشكل اللي انت محتاجه او تسيبه ساده، ده طبعا يا كبير ده براحتك. انا بركب الفورمه اللي انا محتاجها او المطلوبه مني، بركبها على الضرفه بتاعتي طبعا الضرفتين، وابدا دلوقتي ببنطه الغسيل او بنطه النظافه انضف الشغل بتاعي. بحيث الصنفر كده بتراجع الشغل بتاعك يا كبير وتكون تمام التمام. وبعد كده هنروح نركب الضرفه بتاعتنا. نبدا دلوقتي نركب الضرفه بتاعتنا، وقبل ما نركب الضرفه دي التقسيمه اللي احنا عملناها، والتقسيمه دي انا عامل لها فيديو مفصل ممكن تبص عليه كده، الفيديو يظهر قدامك بعد ما تخلص الفيديو كده ان شاء الله تقدر تبص عليه كده بصه وتاخد فكره على التقسيمه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده هنبدا نركب الضرفه بتاعتنا مكان الدولاب، وكده نكون خلصنا احنا الدولاب بتاعنا. وزي ما انت شايف كده الضفه بتاعتي بعد ما خلصت تقفل على الجنب ده او على الجنب ده تمام التمام. ليه؟ احنا عشان خاطر عملنا الدولاب بتاعنا على زاويه وخدنا بالنا من المقاسات مظبوط. فانت لو متابع معايا الفيديو من الاول للاخر ان شاء الله هتتم شغلك تمام ومظبوط و100 فل و10. لو نسيت حاجه يا ريت تكتبه لي في تعليق، او لو انت عايز تسال على حاجه اكتب لي في تعليق انا ان شاء الله هرد عليك. ويا ريت كده ما ننساش اخواتنا المسلمين بدعوه ان ربنا ينصرهم. واشوفكم على خير والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.